إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا عصيناك فأمهلتنا ودعوناك فأجبتنا ووقفنا على بابك فلم تردنا، فلا تخيب يا رب فيك رجاءنا، وزين بالأعمال الصالحات كتابنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنك على كل شيء قدير. حديثنا النهاردة عن موضوع صعب شوية على النفس، ولكنه حقيقة واقعة محدش هيعرف يهرب منها. كل نفس ذائقة الموت. آخر ساعة لينا في الدنيا هيكون حالنا عامل إزاي؟ هنعرف الكلام ده كله النهاردة بالتفصيل وبالدليل، بس بعد ما نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا من علمتنا الخير كله. سبحان الله، الإنسان في آخر أيامه على الدنيا لو ربنا سبحانه وتعالى بيحبه وراضي عنه هيبعت له رسائل يعرفه انه بيحبه وراضي عنه. حديث قدسي عن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. وما ترددت في شيء ترددي في نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. أنا قلت الحديث الطويل ده كله عشان الجزء اللي في الآخر ده. ما ترددت في شيء ترددي في نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. تخيلوا أن ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو ربنا مش بيتردد في شيء، ولكن الفكرة كلها أن ربنا قبل ما يجي ساعة الأجل يخفف عليك، يلطف بك، يبعت لك رسائل عشان تعرف أن ربنا راضي عنك وبيحبك وعايز لقائك، فتحبي لقاء الله فيحب الله لقائك. آخر ساعة لنا في الدنيا ممكن تكون إزاي؟ للمؤمن آخر ساعة في الدنيا، آخر وقت له في الدنيا بيبقى كله مبشرات. ربنا يعني سبحان الله بيرزقك أعمال صالحة ما كنتش بتعمليها قبل كده فتوفقي إليها فيرضى ربنا عنك. يعني مثلا ناس ما كانتش بتصلي قيام الليل، ناس ما كانتش بتحفظ القرآن وبدأت تحفظ، ناس ما كانتش بتصلي السنن زي الضحى ولا قيام الليل بدأت تعمل كده، ناس ما كانتش بتتصدق يجي لها ناس فقراء لحد بيتها عشان تتصدق عليهم، وهكذا. صحبة طيبة تاخد بإيدك للخير، صحبة طيبة تجيلك في آخر ساعة تبشرك وتفكرك بطاعتك. فاكرة لما كنا بنروح المسجد؟ فاكرة لما كنا بنحفظ القرآن؟ فاكرة لما كنا بنتصدق وبنروح ندي للفقراء؟ فاكرة يقوموا يحببوكي في الطاعة ويفكروكي بأعمالك الصالحة فتبقى مقبلة على الله وانت سعيدة ومطمئنة. ساعة الموت الإنسان بيعرف هو رايح فين بالظبط من أول ساعة له آخر ساعة له في الدنيا قبل ما يخرج، وهو لسه عايش. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيقوي بصره، بيقول: فبصرك اليوم حديد. نظرنا العادي اللي احنا متعودين عليه احنا ما بنشوفش بيه غير اللي ربنا عايزنا نشوفه. يعني مثلا ما بنعرفش نشوف الملائكة، ما بنعرفش نشوف الجن، ففي اللحظة الأخرانية ديت بنشوف. ربنا سبحانه وتعالى بيقوي البصر فنشوف الملائكة وهم نازلين علينا كده. لو الإنسان مؤمن يلاقي نازل عليه ملائكة بيض الثياب بيض الوجوه، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، ويلاقي ملك الموت اللي احنا كلنا خايفين منه ومرعوبين منه وحاطين في بالنا انه غليظ وشديد، يجي جنب راس المؤمن ويطبطب عليه ويقول له: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. سبحان الله،
الانسان يعني اللي بيحتضر ساعه ما يسمع الكلمتين دولت تلاقي الروح بتخرج من الجسد سهله كنقطه الميه اللي بتخرج من فيه السقاء، تبقى الروح خارجه من الجسد بسهوله. ربنا بيقول في سوره النازعات: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فالنازعات غرقا هي الملائكه التي تنزع روح الكافر نزعا شديدا، اما الناشطات هي الملائكه التي تنشط روح المؤمن فتخرج بسهوله. بتنشطها ازاي؟ بس يسمع الكلمتين دول: ايتها الروح الطيبه كانت في الجسد الطيب اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج الروح بسلاسه، واول ما تخرج من جسد المؤمن تبتدي تتلاقفها الملائكه، ده عايز يشيلها وده عايز يشيلها وده عايز يشيلها، ما يسيبهاش في ايد ملك الموت لحظه. كل ملك من الملائكه عايزين ياخدوها. عارفين عايزين ياخدوها ليه؟ من الريح الطيبه اللي خارجه منها، يخرج منها كاطيب ريح على وجه الارض. لا يشمها الثقلان، لا يشمها الانس ولا الجن، ولكن الريح الطيبه دي تشمها الملائكه. فيفضل الملائكه يتخطفوا الروح، ده عايز يشيلها وده عايز يشيلها، وتخرج الروح في زفه من بيت الميت لحد ما توصل الى السماء الدنيا. كل ما يعدوا على على ملأ من الملائكه، الملائكه تقول: الله، لمن هذه الروح الطيبه؟ ايه الريحه الجميله دي؟ ده روح مين دي؟ يقولوا: ده روح فلان ابن فلان، باحب الاسماء اليك اللي انت كنت بتحبها في الدنيا. فسبحان الله تفضل الملائكه تمشي مع الزفه دي وتدعي لك وتستغفر لك لحد ما يوصلوا للسماء الاولى. اول ما يوصلوا للسماء الاولى يستفتحوا، فيفتحوا لهم ملائكه تقول لهم: انتم مين؟ يقولوا: انا ملك الموت ومعي الملائكه ومعي روح فلان ابن فلان. فالملائكه تفتح وتقول: اهلا بالروح الطيبه، ويفتحوا فتعدي نفس الزفه دي الملائكه بتاعت السماء من السماء الارض للسماء الاولى مكانهم، مش هيعرفوا يعدوا السماء الثانيه. ولكن اول ما يتفتح الباب نفس الريح الطيبه هتلم كل الملائكه. الملائكه تقول: الله، لمن هذه الروح الجميله؟ ده ريحه فلان ابن فلان وده روحه. الملائكه من السماء الاولى لحد السماء الثانيه يدعوا لك ويستغفروا لك لحد ما توصلي للسماء الثانيه، وهكذا يفضل يتكرر نفس الموقف في السبع سماوات لحد ما توصل الروح لحد السماء السابعه. يستفتحوا فلا يفتح لهم، خلاص هتروح فين بقى تاني بعد كده؟ ولكن يسمعوا مناد ينادي من السماء: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. فتنزل الملائكه بنفس الزفه دي لحد ما تنزل بالروح لجسد صاحبها. سبحان الله. لو راحوا يعني ساعات الروح تيجي والناس لسه بيغسلوا الميت، فالإنسان يشوف بقى يبقى واقف، تبقى الروح موجودة جنب الجسد وشايفة بقى بكاء الناس على الميت، شايفة ثنائهم عليه، شايفة بيقولوا عليه ايه، شايفة بيذكروه بالثناء الحسن، فتطمن الروح أكتر وأكتر. ولما تمشي الجنازة كده والناس تدعي له وتستغفر له، لو إنسان شهد له 40 بالصلاح فهو من الصالحين، ولو شهد له 40 بالفساد فهو من الفاسدين. فتخيلوا لما يبقى جنازه كبيره والناس كلها ماشيه بتترحم على الميت وتذكر المحاسن. ساعات كتير نبقى بنصلي جنازه في المسجد، احنا ما نعرفش احنا بنصلي على مين، ولكن ربنا ينطق على لسان حد من الناس: يا جماعه الميت ده كان من اهل القران، يخلي كل الناس تدعي له بمحبه. الميت ده كان من الصالحين، الميت ده كان من المتصدقين. حد وهو بيخطب كده يقول كلمتين يخلي كل الناس تدعي له، وينشر ربنا له الثناء الحسن على وجه الارض، فالناس كلها تدعي له وتترحم عليه. دي كلها آخر ساعة لنا في الدنيا. أول ما الروح توصل، أول ما الميت يوصل للقبر والأهله يبقى أهله بقى يدفنوه ويقفوا يثبتوه، يبقوا واقفين هم بره يثبتوه، يقولوا: اثبت ما تخافش، قل لا إله إلا الله، ويذكروه بالشهادة. وهو حاله في القبر جميل، معاه في القبر من الناحية دي عمله الصالح، وشه منور. الميت أول ما تنزل الملائكة بالروح وتحطها في الجسد، فأول ما الروح توصل للجسد يتلفت كده يلاقي عن يمينه عمله الصالح، وشه منور، يقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، شكلك جميل وريحتك طيبة، وإيه النور اللي خارج من وجهك؟ يقول له: أنا عملك الصالح، جيت لك هنا عشان أونسك. يتلفت الناحية التانية يلاقي سورة الملك اللي كان مداوم على قراءتها. فدي كده تبقى آخر ساعة له في الدنيا، مستبشر وفرحان وسعيد وراضي. الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم عن أول ساعة للإنسان في القبر بإذن الله، ولكن ده حال المؤمن وده وضع المؤمن. طب الكافر او العاصي او اصحاب الذنوب، اللهم عافنا واعف عنا يا رب، اخر ساعه ليهم في الدنيا
سبحان الله هيبتدي الشيطان يجي لهم ويفتنهم وهم ساعة الموت كده، وهم في آخر لحظاتهم الشيطان يجي له يقول له أنا أمك، يتصور في سورة أمه أو سورة أبوه، يقول له أنا أمك، أنا مت على الإسلام وغلطت، ده أنا بتعذب من ساعتها، مت على المسيحية أو على النصرانية. فالمؤمن يرفض ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما الكافر لأنه ما كانش ثابت على الدين، ما كانش بيصلي، ما كانش بيقرأ قرآن، فساعتها يبقى متلقلق ومش عارف يعمل إيه، ولا عارف الصح ولا عارف الغلط. يجي له بعد كده الشيطان على هيئة أبوه يقول له موت على اليهودية، ده أنا مت على الإسلام وكانت وحالتي صعبة واتعذبت. فيبقى تايه ومش عارف الصح مش عارف الغلط، لأنه ما ثبتش قلبه على الإيمان وعلى الطاعة. يبقى شايف الملائكة وهي نازله له، بصره كاليوم حديد، زي ما قلنا كلنا بنتفق في النقطة دي، كل البصر هيبقى حديد، بنشوف اللي غيرنا مش شايفه. يبقى الواحد نايم وحواليه أهله وعيلته والناس كلها هو مش شايفهم أصلا، هو شايف السماء وشايف الملائكة وهي نازله له من السماء. فينظر فيجد ملائكة سود الوجوه وسود الثياب، معهم أكفان من النار، فيفزع من منظرهم ومن سوادهم ومن الشكل، يفزع ويتخض، فتهرب الروح في الجسد. يجي ملك الموت يقعد جنبه وينهره ويقول له أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى غضب من الله وسخط. فتتفرق الروح في الجسد وتهرب خايفة من الغضب والسخط اللي هي رايحه له، فتهرب الروح. يبتدي الملائكة ينزعوها من الجسد نزعا شديدا، زي ما قلت لكم في سورة النازعات، والنازعات غرقا، هي الملائكة الشديدة التي تنزع الروح نزعا شديدا من الجسد. يعني تخرج الروح من جسد الكافر بصعوبة، كأنك بتنزع شوك من صوف، ويتعذبوا عذاب شديد. ربنا في القرآن بيقول الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يعني الروح ما بتخرجش إلا بالضرب. وسبحان الله عذاب في الدنيا قبل الآخرة، عذاب في الدنيا والروح بتخرج قبل ما يروحوا ويتعذبوا في القبر وفي النار. اللهم عافنا واعف عنا يا رب. يجي ملك الموت أول ما يقول له الكلمتين دولت الروح تتفرق في الجسد، يبتدي الملائكة ينزعوها نزعا شديدا، ولكن ما فيش حاجة اسمها بتهرب، هتخرج يعني هتخرج. وأول ما تخرج يتلاقفها الملائكة يرموها لبعض بقى، ما حدش عايز يشيلها. ليه؟ لأن بيبقى خارج منها كأنتن ريح على وجه الأرض، ما حدش طايق يلمسها بإيده من الريحة، ولكن مضطرين يشيلوها. يقوموا حاطينها في كفن من نار اسود من النار، وياخدوها بقى ويطلعوا بها. فأول ما يطلعوا بها، أول ما يخرجوا بها من بيت الميت، كل ما تعدي على ملك الملائكة تقرف من الريحة، الملائكة تتأفف وبتتضايق من اللي بيتضايق منه البشر. فأول ما يشموا الريحة، ما هذه الريحة القبيحة، ده ريحة مين دي؟ يقولوا ده ريحة فلان ابن فلان، بقى يعني أكتر الأسماء اللي الإنسان بيكرهها. فالملائكة تهرب منها وتدعى عليه، كل ما يعدي على ملك من الملائكة يدعوا عليه، كل ما يعدي على ملك من الملائكة يصبوا عليه اللعنات، لحد ما يوصل للسماء الأولى فيستفتحوا فلا يفتح لهم، يعني يفتحوا له يروح فين بريحته المعفنة دي. فسبحان الله يلاقوا مناد ينادي من السماء اكتبوا كتاب عبدي في سجين في قعر جهنم. فتقوم الملائكة سايبة روحه. ربنا بيقول في القرآن لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فسبحان الله يقوموا سايبين الروح، فالروح تنزل تترزع في جسد صاحبها رزعة شديدة. فأول ما الروح تنزل في الجسد يفزع ويتخض، فيبص عن يمينه يلاقي واحد اسود الثياب واسود الوجه وشكله صعب، يقول له من، وريحته وحشه، يقول له من انت؟ فوجهك لا ياتي بخير وريحك سيئه، انت مين؟ يقول له انا عملك، الريحه دي والشكل ده والمنظر ده انت اللي عملته، ده انت جاي لك ايام سودة، ده انت جاي لك ملاكين هيعملوا فيك وهيعملوا فيك ويرعبوا اكتر ما هو مرعوب. فسبحان الله الانسان يفزع ويتخض ويبقى مش عارف يجاوب، يتلفت الناحيه الثانيه يلاقي القبر اسود وضلمه وظلام دامس، والقبر يضيق عليه، يضيق عليه القبر فتختلج له ضلوعه، على عكس المؤمن في القبر بيمد وبينور. هنقول الكلام ده المرة الجاية ان شاء الله. فدي اخر ساعة في حياة المؤمن وآخر ساعة في حياة الكافر. اللهم عافنا واعف عنا، واجعل أيامنا كلها سعادة ورضا وخير، وآخر أعمالنا من الدنيا عملا صالحا يرضى عنه الله. اللهم إنا نسألك عملا صالحا يرضيك عنا ثم اقبضنا عليه يا رب العالمين. اللهم يا رب نور وجوهنا ونور قلوبنا، واجعل آخر أعمالنا من الدنيا عملا يرضيك عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم
ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أشهد الله أني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.